السلام عليكم جميعا. اللي أول مرة يشوف القناة، معكم جيهان، قناة جي لايف هاكس. عندنا النهاردة بنعمل قرع عسلي بالبشاميل، اللي هو أول ما بنشوفه في السوبر ماركت أو عند الفكهاني خلاص بقى يبقى كده الشتا خلاص جه، يعني جه. كل سنة وانتم طيبين. أنا بجيبها من الفكهاني عندنا، بيقطعها زي ما احنا شايفين كده في اطباق، بدل ما نجيب الكمية كبيرة، لأن ساعات أقل واحدة فيهم بتبقى 3 كيلو، فبتبقى كبيرة جدا الثمرة بتاعتها. فبجيب المتقطع ده حوالي نص كيلو زي ما احنا شايفين كده، مكعبات صغيرة، وبحط عليه كوباية سكر. كوباية السكر بسيبهم كده واخلطهم مع بعض شوية، بسيبها حوالي من نص ساعة لساعة حسب وانتي واقفة في المطبخ بتعملي حاجة. ممكن تسيبيهم شوية، ما تدخلهمش التلاجة، هي معاكي كده وهي في المطبخ بحرارة المطبخ زي ما احنا شايفين. هتلاقي السكر اللي امتزج معاها، ونسيبهم على جنب شوية عقبال ما تنزل الثمرة دي ميتها. هنجيب احنا عندنا لتر لبن هنستعمله، هناخد شوية لبن صغيرين عشان نمزج السكر. ناخد كوباية سكر نمزجها كويس، وعليها كوباية كريم شانتيه. كوباية الكريم شانتيه دي هتدينا الطعم الدسم اللي احنا بنحبه في الحاجات الحلوة، لان طبيعي اللبن اللي بنعمله حتى اللي هو بتاع السوبر ماركت ما فيهوش الدسامة اللي انتوا متخيلينها. لازم نجيب لبن طبيعي من اللبان، وده مش متوفر في جميع الاماكن، فبنستعمل كريم شانتيه عشان يدي الدسامة دي. وهنحط معلقة كيس فانيليا ومعلقة قرفة زي ما احنا شفنا، ونقلبهم شوية ونحطهم على جنب. ونجيب بقى المكسرات اللي عندنا اللي موجود. عندنا لوز وعين جمل، ولو في جوز هند يبقى جميل جدا. بس بعد كده بقى باخد القرع العسلي ارفعه على النار، بياخدش 5 دقايق ونلاقي ميته نزلت كده زي ما احنا شايفين. وبنسلقه، بس ما يعني حاولي برضو السلق بتاعه ما يتهريش، يعني يبقى المكعب مش مهروس قوي، عشان بيبقى طعمه حلو قوي لما بتيجي تاكليه بعد كده. بس هنصفي ميته، وهناخد القرع العسلي نحطه في برام، وادي ميته هنضيف عليها، وهي كده ناخدها بتطلع حوالي كوباية كبيرة. هنضيفها للبن اللي معانا، اوكي، والخليط اللي احنا عملناه بالسكر بالقرفة بالكريم شانتيه، ونعمل بشاميل عادي خالص. هنحطه في البرام، نجيب طبق بايركس كده كبير او برام حتى فخار اللي عندك، وهنحط تحت طبقة بشاميل، وبنحط بعد كده القرع العسلي وعليه المكسرات. ولو عندك قشطة بلدي يبقى تحفة بقى، يبقى نكمل بقى أصحاب الدايت يمتنعون يا جماعة، لأن الطبق ده مش بتاع الدايت خالص، هو بتاع الدفا بتاع الشتاء. ممكن ما نتغداش وناكل جزء منه، يعني برضو نوازن كده مع نفسنا يعني. بعد كده بنحط البشاميل وبتدخل الفرن نص ساعة، وبالهنا والشفا. ويا رب تعجبكم، وقولوا لي رأيكم ايه، وبالهنا دايما يا رب. واشوفكم دايما بخير، فيديوهات تانية جديدة. باي باي.